صباح الخير. صباح الخير على كل المصريين. صباح الخير على أشقائنا بالدول العربية والإسلامية. اليوم 31 ديسمبر 24، بعد ساعات هيكون 1 يناير 25. بنودع سنة كبيسة وبنستقبل عام جديد. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وبركة وسعادة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. وعايز أقول للمصريين: يا مصريين، خلوا بالكم من مصر. مصر بتمر حاليا بأسوأ مراحلها، وهي مرحلة تنفيذ المخطط الغرب الصهيوني والتوسع والأطماع والاحتلال والتدمير والقتل للدول العربية. كلنا شايفين. بص لخريطة العالم العربي قدامك أو الشرق الأوسط، هتلاقي الدول العربية تماما انهارت جيوشها وتفككت، وآخرها سوريا اللي كانوا بيحتفلوا بفتح سوريا. ولما كنت بتكلم، للأسف الشديد، أنا حظروا لي الحساب اللي قبل كده، حظروا لي حسابي تماما بعد ما وصل 20,000. يقول لك بشار، عجبك حكم بشار؟ لا، بشار كان غبي، لكن النهارده عالجوا الغلط بغلط. طيب، سوريا انهارت تماما واصبحت بدون جيش وبدون مؤسسات، وتم احتلال محافظات كامله ورفع العلم الصهيوني عليها. واخواننا اللي بيحتفلوا بالفتح، خلوهم قاعدين يحتفلوا بالفتح في المساجد وفي في الشوارع وفي الميادين، وسايبين سوريا انتهكت. لا جيش ولا مؤسسات. وكل قيادات سوريا التي بيتم تعيينها النهارده من قبل القائمين بما حدث بالمظاهرات النهارده، كلهم ارهابيين. والجيش السوري تفكك تماما تماما. طيب، النهارده احتل جزء كبير جدا من سوريا والبقيه تاتي. طيب، الدول العربيه عندك الاردن، ما هي اللي ما زالت، ودي مش هتاخد معاهم حاجه، مش هتاخد 5 دقايق. الاردن كلها قد كده. لبنان خلصت. لبنان خلصت. وكلنا شايفين غزه انتهت، ما بقاش الا الضفه يرحلوهم على الاردن، وخلصت على كده. وادي خطه اسرائيل الكبرى. تمام، ده اللي بيحدث النهارده في الوضع الدول العربيه. عندك ليبيا مولعينها، عندك البوارق والاسلحه والطيران وحملات الطائرات في البحر الابيض المتوسط. لا مين؟ لا مصر. الحدود الشرقيه مع مصر ملتهبه تماما. جايه جايه، ما تستعجلش، بس حافظ على بلدك، لان انت اخر جيش موجود عربي قوي، اخر جيش. السودان، ما فعلوه في السودان كل هذا بهدف اضعاف مصر وزعزعه استقرار مصر وتدمير الاقتصاد المصري وانهاك الجيش المصري. طب ما حدث في اثيوبيا، او ما يحدث في اثيوبيا من بناء سد لقطع المياه عن مصر، كل هذا مفتعل، كل هذا بايدي وفكر صهاينه والغرب. واثيوبيا ما هي الا آلة اداه مش اكتر. طيب، هل هيقطعوا الميه عن مصر؟ انا بقول لك لن يحدث. ليه يا عم؟ طول ما بلدك فيها جيش قوي ما تخافش عليها. ثانيا، النيل ده منذ خلق الطبيعه، ومين اللي انشأ النيل، ومين اللي جعله ممر يشرب منه ملايين الملايين عبر الازمان؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب مين اللي سماه النيل؟ اللي سمى النيل سيدنا إدريس عليه السلام، لأن النيل معناها النيل، الجائزة، جائزة من الله سبحانه وتعالى وهدية إلى مصر. مصر لن تجوع ولن تعطش. مش أنا اللي بقول لك كده، ربنا سبحانه وتعالى اللي قال. مصر دولة ذكرت في القرآن أكتر من 4 مرات صريحة. مصر عاش فيها الأنبياء، مصر ولد فيها الأنبياء، مصر حكمها الأنبياء، مصر أطعمت العالم 7 سنين عجاف.
فلن تجوع مصر ولن تعطش مصر. الجيش المصري صاحب عقيدة واحدة، وهي حماية الأرض والعرض، ولا ينتمي لأي منظمات ولا أي جهات ولا أي دولة غير أرض وتراب مصر. قرار مصر نابع من القاهرة، من أبناء مصر وقيادات مصر. خليك ورا جيشك، خليك ورا قيادتك، بطل بقى وشوف اللي بيحصل في الدول العربية واللي حصل. ما بقاش إلا أنت. وحاليا قريبا ليبيا هتولع، ويتم نقل الأسلحة من سوريا والإرهابيين حاليا إلى ليبيا، عشان يبتدي زي ما عمل في سوريا هيعمل في ليبيا، يبقى عمال يقشر فيها. انت قلب الخرشوفة زي ما قال المشير طنطاوي رحمة الله عليه، سمعتها له بنفسي، قال لك احنا قلب الخرشوفة. كل الدويلات العربية ديت قشور يقشر عشان يوصل القلب اللي هو انت. ما بقاش الا انت. هو خاف منك وعامل لك مليار حساب، ولن ينتصروا على مصر. حفظ الله مصر، وحفظ الله قواتنا المسلحة، وحفظ الله مصر بشبابها وبرجالها وبقادتها. 120 مليون وقت الجد، احنا 120 مليون مقاتل. هو ده الشعب المصري. فينا شوية عار على مصر اللي هم خارج، اللي ناطقين من الدول الأجنبية بلسان عربي، اللي بيشتموا في مصر. ولكن كل دول للأسف الشديد في يوم من الأيام هيندموا يوم لا ينفع الندم. حافظوا على مصر يا مصريين، ما بقاش إلا أنت. آسف على الإطالة، وتحياتي لحضراتكم جميعا، وكل عام وحضراتكم بخير. مواطن مصري لا أكثر.